السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. السنة دي هنعمل مبادرة ممكن تكون أول مرة تتعمل في القرية، ولكن تابع الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. أولا هنتكلم عن زكاة الفطر. زكاة الفطر زي ما كلنا عارفين إن هي زكاة الأبدان تخرج عن الجسد، مثل زكاة المال التي تخرج عن المال عند بلوغ النصاب، ومثل زكاة الزروع والثمار التي تخرج من الزروع والثمار وقت الحصاد. وشروطها الإسلام، وأن يمتلك المسلم قوت يومه وكل من تجب عليه النفقة عليهم، وإدراك جزء من رمضان. وأما حكمها فهي واجب على كل مسلم، الذكر والأنثى، الكبير والصغير. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على العبد والحر، الذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد. والحكمة من زكاة الفطر هي إغناء الفقير في يوم العيد عن الخروج إلى العمل وطلب الرزق أو السؤال في ذلك اليوم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أي يوم العيد. ومقدار زكاة الفطر صاع، ويكون من غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمح أو شعير أو أرز أو تمر أو غير ذلك. والصاع 4 مد باليد، ومقداره بالوزن تقريبا من 2 كيلو ونص إلى 3 كيلو بالوزن. وأما وقت إخراج زكاة الفطر، أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو أول يوم من شهر شوال بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم أخرجوها قبل العيد بيوم أو بيومين. وعلماؤنا الأفاضل في العصر الحديث قالوا بأنه يجوز إخراجها في أي يوم من أول شهر رمضان إذا اقتضت حاجة الفقير إلى إخراجها في ذلك الوقت. وأما أقوال الفقهاء في إخراج زكاة الفطر نقدا، فإن جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأنه تخرج زكاة الفطر طعاما، لأن هذا هو الأصل، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إخراج القيمة. واستدلوا بحديث ابن عمر الذي ذكرناه في أول الفيديو. وأما الأحناف فقالوا لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا إلا إذا اقتضت حاجة الفقير إلى ذلك، ويكون ذلك بسبب مرض أو بسبب ديون، وخلاف ذلك يخرج طعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر؟ نعم، إذا تحقق فيه شرط زكاة الفطر وهو أن يمتلك قوت يومه، فإنه في هذه الحالة يخرج زكاة الفطر ويعطيها لصاحبه، وصاحبه يعطيه، وبهذا يشعر الفقير بما يشعر به الغني وقت إخراج الصدقات. وأما زكاة المغترب، وهذا ما يشغل الكثير من الناس. زكاة المغترب يخرجها في البلد الذي يعمل فيه ويتواجد فيه، أم يخرجها في بلده الأصلي؟ نقول له إن زكاة الفطر غير مقيدة بمكان، وهنا له الاختيار. فإن كان يعلم أن الفقراء في بلده الأصلي أشد احتياجا من الفقراء في البلد الذي يتواجد فيه، فإنه يخرجها في بلده الأصلي. أو علم بأن المسلمين في أي مكان في أشد الاحتياج إليها وتوفرت لديه الوسيلة في توصيلها، فإنه يخرجها في هذا البلد. ولكن يقوم بإرسال القيمة إلى من ينوب عنه في البلد الذي
يريد إخراج الزكاة فيه، ويكون ذلك من أهل الثقة ومن أهل الخير، يسأل في بلده الذي يتواجد فيه عن مقدار الزكاة عن الفرد أو قيمة 3 كيلو رز في البلد الذي يتواجد فيه، ويرسل القيمة بعملة البلد الذي يتواجد فيه إلى بلده الأصلي أو إلى البلد الذي يريد إرسال إليه الزكاة. وهنا نتكلم عن المبادرة. إحنا مجموعة من شباب القرية نعلن على جمع قيمة زكاة الفطر من المغتربين والإنابة عنهم في شراء أرز وتوزيعه على المستحقين المتعففين من أهل القرية قبل يوم العيد. ونحيط علم سيادتكم أن آخر يوم لتلقي قيمة زكاة الفطر من المغتربين هو يوم 26 رمضان في مصر، علشان يكون معانا وقت نقدر نشتري ونقدر نوزع، ويكون معانا وقت كافي. ومتوفر طبعا في الأردن وفي السعودية، ومتوفر في مصر. جميع الطرق متاحة لإرسال القيمة، ونستقبلها من حضراتكم في أي وقت. وللتفاصيل التواصل على الخاص. معاكم من الأردن الأستاذ أحمد محمد شحاتة، ومعاكم من جدة الأستاذ حسام مصطفى سيد، ومعاكم من الرياض أخوكم محمد عادل، ومعاكم في جمهورية مصر العربية والأستاذ رمضان أبو محمود أبو شحاتة، والأستاذ أحمد مصطفى سيد عبد الصالحين. متوفر طبعا الاستقبال على البنك أو على محفظة إلكترونية أو على فودافون كاش. والله الموفق، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.